عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. ده اول فيديو مراجعة على المنهج، على اول 6 وحدات. زي ما اتفقنا هنقسم المنهج على نصين، ترم اول وترم تاني. المذكرة دي اللي انتوا هتلاقوها معاكم، فتسمي الله كده وتبدأ. الاشخاص اللي من اول السنة بيحفظوا كويس، فهيبقى بالنسبة لهم حتة ان انا راجع الكلمات دي فل، انا كده كده حافظ وبراجع. طب في حاجه ناسيها انا براجعها. طيب الناس اللي هي لا انا ما حفظتش كويس من اول السنه وعايزه الحق نفسي، يلا بينا نلحق نفسنا. ادي العمود الاول، اهم كلمات في الوحده الاولى، وجنبها اهم كلمات في الثانيه، وجنبها الثالثه، ثم بعد كده هتلاقي الرابعه، ثم الخامسه، ثم السادسه. طب يقف عند كده؟ لا، لان احنا سبق وقلنا قبل كده ان مش بس حفظ الكلمات هو اللي مهم، لا انت كمان عندك الاكسبريشنز، الايديومز، الفريزز، الديفينيشنز، كل دي حاجات مهمه. فهو جزاه الله خيرا جمع لك اهم الاكسبريشنز والكولوكيشنز والبريبوزيشنز، حروف الجر والمترادفات والمتضادات والمصطلحات اللي موجوده في اول 6 وحدات. بعد كده نبدا على بركه الله في الحل. اول صفحه، اول جمله عندك بسم الله، بيقول لك you should your foot in ice cold water to reduce the swelling. معناها ان انت لازم تحط رجلك في ميه متلجه عشان تقلل سويلنج، معناها اللوحه بتاعت رجلك. عارف لما حد يقع يقول لك رجله اتلوحت او يعني فيها تورم؟ فالاجابه هتبقى immerse. وامرس احنا واخدينها في الوحده الخامسه او السادسه بمعنى يغمر في الماء، وتعادي التاني في الوحده ال12 بمعنى يحيط نفسه بالعمل او يغمر نفسه في العمل او يغطس نفسه في حاجه بحيث يلتهي عن اللي حواليه. طيب الجملة اللي بعديها people who leak books and join in are punished for their crime. اولا انا عندي كلمة leak معناها يسرب. ما تقلقش، بس انا ما بختارش الاجابة دلوقتي باللون عشان بس ما بوظلكش الملزمة اللي هي الصافية عشان ترجع تحل انت تاني مع نفسك. بس انا عاملة ملزمة تانية موديل انسر، فانت يعني هتحل دي مع نفسك تاني بعد ما تسمع الفيديو، هترجع تلاقي ان شاء الله الملزمة نازلة لك بموديل انسر محلولة، ما تقلقش. فانا عندي كلمه ليك يعني يسرب. بعيدا بقى عن كلمه ليك اللي هي يسرب، فانا عايزه اقول لك ان انا عندي كلمه اسمها لك. انا شارحه كل ده قبل كده والله يا جماعه، مش تفاخرا ولا حاجه، بس كل حاجه هقولها لك دلوقتي هقول لك ان هي موجوده نصا في شرح الكلمات، ولو انت اوفلاين فبيبقى معاك نصا شرح الكلمات والفويس بتاعهم، فما فيش حاجه هتعدي. فكلمه ليك معناها يسرب. كنت شارحه كلمه تانية اسمها لك معناها حظ، بتساوي فورشنيت. كنت شارحه كلمه ثالثه اسمها لاك LACK، ودي كان معناها نقص، اللي بتساوي شورتج، نقص. وكان في كلمه رابعه اسمها ليك LAKE معناها بحيره. فخلينا دلوقتي في ليك دي. ليك بوكس يسرب كتب، يبقى ده ايه؟ بايرسي، قرصنه، وش وانت مغمض. ودي بالمناسبه اتكررت في امتحان، مش نفس الجمله بس جت جمله تانية انا حلها معاكم برضو قبل كده. لو الانترنت انتشر، مع كل انتشار للانترنت اللي بيزيد القرصنه بتزيد البايرسي. اللي بعديها you must be of yourself. انا لحد دلوقتي كل اللي تحت دول صفات ينفعوا صح. النص التاني بقى هو اللي هيحل. you have made a silly mistake. انت عملت خطأ سخيف. silly هنا معناها سخيف، معنى سخيف وانت عامل حاجة غلط. ايه السخافة اللي انت عملتها دي؟ يبقى ashamed، لازم تبقى مكسوف من نفسك، ashamed. الجملة الرابعة the of some planets in our solar system is rocky. planets معناها الكواكب، solar system معناها مجموعتنا الشمسية، rocky معناها صخرية. ايه الحاجة اللي بتبقى للكواكب بتاعتنا؟ السطح بتاعها، يبقى surface معناها السطح بتاع الكواكب بتاعتنا اغلبها صخري. طيب لو واحد قال لي طب الكلمة اللي قبلها اللي هي سكار، فاقول لك افتكر ان كلمة سكار دي معناها ندب او جرح، انما انا عندي كلمة تانية اسمها سكير اخرها ايه معناها يخوف او خوف. جملة 4 5 I'm sorry. Let's look new ways of working. ما يلا نشوف لنا كده كام طريقة تانية للشغل. يبحث عن أو يشوف طريقة تانية للشغل، يبقى look into. واحد هيقول لي بس احنا كنا واخدين زمان في ابتدائي واعدادي كلمة اسمها look at، هقول لك دي معناها ينظر إلى. طب واحد هيقول لي طب احنا خدنا حاجة اسمها look after، هقول لك دي بتساوي take care اللي هي يعتني بيه، اللي هي بتساوي كلمة انتوا واخدينها attend اللي هي take care برضو يعتني بيه. جملة 6 It's to think that women always do housework. دي انا شرحهم نصا قبل كده وقلت لك اي حاجه تيجي ناحيه الستات يبقى انا عندي حاجه من اتنين نصا، يا اما يبقى prejudice تحيز او عنصريه، يا اما يبقى stereotype.
طيب احددها ازاي؟ بالجمله العامه اللي هو قايلها لك. يعني لو قال لك المراه مكانها المطبخ زي الجمله دي، لا دي اسمها فكره نمطيه، مش معناها تحيز وعنصريه ضد المراه. لما المراه تدخل المطبخ ده مش عنصريه ضدها، ده عادي، ده مكانها الطبيعي. ما اقصدش مكانها الطبيعي ان انا ازعل البنات، لا انا اقصد ان عادي هي المراه اللي بتطبخ، يعني ده احد وظائفها يعني. نرجع، فهو هنا قايل لك هاوس وورك، شغل البيت. شغل البيت يبقى ستيريوتايب. طيب انا في جمل تانية ما باخدش فيها ستيريوتايب بسبب هاوس وورك، بس بيبقى فيه برضو سيدات، فهيبقى فيه فيكسد ايديا، فكره ثابته، وده اللي هنحله ان شاء الله في الامتحانات الجايه في الفيديو الجاي كلمات. بعد كده what is the best for a headache. headache معناها صداع، فانا هعوز ايه للصداع؟ هعوز treatment يعني علاج. طب انا واخده في المنهج كام كلمه معناها treatment معناها علاج؟ واخده كلمتين، كلمه اسمها treatment وكلمه اسمها a cure. واحد هيقول لي يا دكتور اسمها cure، اقول لك لا، cure دي يعالج، ده الفعل، فانا هحوله لاسم noun بان انا احط له a cure. اللي بعدها جمله 8 she has made a great contribution to social work in her neighborhood. خد بالك ان كلمة contribution معناها مساهمة بتساوي كلمة donation، وده انا قايلاه في الكلمات. لو كنت بتسمع الفويسز بتاعي او بتسمع شرح الكلمات فهتلاقيني قايله لك ان make contribution هي نفسها donation، الاتنين معناهم تطوع او مساهمة او مشاركة مجانية. فهو هنا عايز الفعل مع contribution، لا ده هو عايز contribution بتساوي ايه؟ بتساوي donation وش، ودي انا لسه قايلاها. اوعى تنسى ان كلمة contribution بتاخد الفعل make، لكن هي جايه هنا ماضي بمعنى made. انزل على جملة 9 we really need to increase our if you want to meet our objective. خد بالك ان كلمة meet our objective دي جت النهاردة في امتحان ثانوية عامة 2025، معناها نحقق الاهداف بتاعتنا. هي هناك كان بقى ايه؟ نوصل للميعاد او نسلم الحاجه في ميعادها الاساسي، مش فاكره الجمله بالظبط، بس خد بالك من المصطلح يعني. فانا محتاج اعمل ايه عشان احقق اهدافي؟ ازود ايه؟ انكريز معناها يزود. محتاج ان انا ازود البرودكتيفيتي، الانتاجيه. برودكتيفيتي معناها انتاجيتك، يعني كميه الحاجات اللي انت بتنتجها. الجمله اللي بعديها بيقول لك we shouldn't take on those who harm us. الناس اللي اذتنا ما ينفعش ايه؟ we should respect the law. لازم نحترم القانون، يبقى ما ينفعش ننتقم منهم. فانا واخده مصطلح في المنهج اسمه take revenge on. take revenge on يعني ينتقم من. جمله 11 can you your screen so I can see what the problem is please. ممكن لو سمحت بس تشير لي الشاشه اللي عندك كلمه شير سكرين، كلنا حافظينها صم. شير سكرين، حتى وانا فاتحه معاكم الزوم في الاونلاين، لو انا عايزه اعرض حاجه بعمل شير سكرين. لو انت بتكلم حد ماسنجر وعايز توري له حاجه على الموبايل بتاعك فبتعمل له شير سكرين. اللي بعديها جمله 12 my sister Marwa is never and always spends a lot of time explaining my homework to me. اختي عمرها ما كانت ايه؟ عمرها ما كانت ايه؟ ودايما بتقضي وقت معايا او كتير وقت طويل معايا بتشرح لي الواجب بتاعي او بتحل معايا الواجب بتاعي. يبقى impatient معناها غير صبوره. فهتقول لي بس هي المفروض ان هي صبوره، هقول لك ماشي، ما هو انا فيها جايب لك never. فلما يقول لك never impatient عمرها ما كانت مستعجله، يعني هي ايه؟ يعني هي صبوره. ارجع الجمله اللي بعدها جمله 13 the students found the test difficult and it led to in their motivation. واحده الطلبه لقت التست difficult يعني الامتحان صعب، وده led to ده الماضي من lead to، ادى الى ايه بقى؟ in their motivation هنا معناها الحاجات بتاعتهم اللي هو التحفيز بتاعهم، الدافعيه بتاعتهم. فده معناه ان التحفيز او الدافعيه قلت، فقلت معناها decline، وهنا معناها يقلل الدافعية أو يهدمها أو يدمرها، كلهم صح. جملة 14 mental exhaustion and loss of energy are symptoms of. أول ما يقول لك كلمة exhaustion أو exhausted يبقى الشخص ده burn out وانت مغمض. ليه؟ لأن هو قال لك mental حاجة ذهنية أو عقلية أو عصبية، يبقى burn out الإرهاق العصبي. طيب في نوع تاني ممكن يجي في الحل الجاي إن شاء الله هتلاقيني بقول لك بالمناسبة ما تنساش ان symptoms معناها الاعراض بتاعت الامراض، لان احنا واخدين في مناهجنا اعراض بتاعت مرض، اعراض وجود مشكلة، دي كله موجود في الملاحظات اللغوية. بس خلينا في الجملة دي. امتى اخد burn out تاني؟ ولو ما لقيتش burn out اخد exhaustion او exhausted اللي هي معناها مرهق او منهك. لو لقيت كلمة ان الشخص ده يقول لك مثلا ان هو عنده مشكلة في المنتال هيلث عقلية او فيزيكال جسدية او ايموشنال عاطفية، كل دي مشاكل بتؤدي الى البيرن اوت.
بعديها في جملة 15 بيقولك is how good you feel in your body. لو صحتك كويسة and how happy you are. وانا سعيدة. المصطلح ده اسمه well being واخدينه في الوحدة الأولى بمعنى الرفاهية أو بمعنى الراحة، وهتساوي مصطلح تاني اسمه welfare عشان لو جه بعد كده إن شاء الله تبقى أنت عارف يا welfare يا well-being. تعالى على جملة 16. It was a very cold day in winter. الجو كان ساقع قوي في اليوم ده. I didn't have a coat and I was. ما كانش معايا كوت يعني معطف، مش معايا جاكيت تقيل. و I was أنا كنت إيه؟ طبعا الأغلب هيطلع جري على جملة freezing، الاختيار freezing متجمد وياخدها. فتعالى أفكرك بحاجة أنا شرحتها في الفيديوز وبعدها لك تاني أهو. قلت لك الصفات بتتشرح اللي فيها ing و ed على حسب المشاعر. يعني صانع الحدث اسهل حاجه ممكن تفتكرها بيها او تذاكرها بيها ان صانع الحدث هو اللي بياخد ing، المؤثر هو اللي بياخد ing، المتاثر بالحدث او اللي تم صناعه الحدث فيه، اللي تم صدمته، اللي اتعملت فيه الحاجه بياخد ed. فانت لو خدت فريزنج هنا معناها ان هو الشخص هو السبب في التجميد، لكن هو بيقولك الجو اصلا كان ساقع مش انا السبب، يبقى هتبقى better fight يعني متجمد او سقعان مش freezing. جملة 17. At the top of tabloid news story there is usually a. تعال افكرك بحاجتين انا شرحهم لك. حاجة اسمها tabloid اللي هي معناها جريدة شعبية، ودي قلنا فيها 3 حاجات. اول حاجة بيبقى فيها large photo او large picture، لان اهم حاجة في الحاجات الشعبية ان يبقى فيه صورة. تاني حاجة ان اللغة بتبقى informal، لغة غير رسمية، ما ينفعش اكلم حد في الاحياء الشعبية بلغة رسمية ثقيلة او مصطلحات محنكة فما يفهمش. الحاجة التالتة ان لو الصورة كبيرة يبقى الكلام اللي مكتوب صغير، يبقى small pages، صور صغيرة. هل هو جاب ولا واحدة من دول هنا؟ لا، هو هنا بيضيف لك حاجة جديدة الا وهي ان كده التابلويد بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها a headline، عنوان headline. واحد هيقول لي طب ما جايب فوتو اهو. ايوه جايب فوتو بس مش محدد لك، ما ممكن يقصد كبيره ممكن يقصد صغيره، هو ما قالش كبيره يبقى انا ما اخدهاش. طب ايه الحاجه التانية اللي احنا كنا شارحينها؟ كنا شارحين حاجه اسمها برود شيت، صحيفه عالميه. عكس بقى الشعبيه. هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا اقول ان رقم 1 الصحيفه العالميه بتحتاج الخبر يكون اهم من الصوره، يعني large pages، الصفحات هي اللي كبيره. طب والصوره هتبقى صغيره يبقى small pictures او small photos. طب واللغه؟ لا طبعا ده formal language، لغه رسميه لانها موجهه لزي ما قلت لكم قبل كده رجال الدوله، رجال السياسه، رجال الفن، رجال الدين، فبتبقى لغه رسميه. بعد كده الجمله 18. The news story about the match missed the journey. خد بالك من كلمه missed out معناها انه حذف. طب انا قايله لك بتساوي ايه تاني؟ كنت قايله لك بتساوي omit يعني يحذف، وانا شارحه ده في الوحده الاولى الدرس الاول والثاني. بتساوي delete، بتساوي leave out اللي اغلب الوقت بتيجي left out في الماضي. بتساوي كمان remove. كل الحاجات دي معناها يحذف، ومادام قال يحذف يبقى ده bias by omission يعني تحيز بالحذف او العنصرية ضد الشخص او الشيء بالحذف. تعالى الجملة 19. Egypt enters teams، بتدخل الفرق بتاعتها into many different international، بتدخل الفرق بتاعتها في ايه دولية. لو واحد فيكم طلع جري وقال لك راوندز، فاقول لك الراوندز دي معناها جولة جوه لعبة، فممكن تبقى دولية، ممكن تبقى قومية، ممكن تبقى محلية. واحد هيقول لي تاني كورتس، فاقول لك هو هنا ما حددش السلة، ما حددش التنس، هنا ما حددش التنس عشان سيادتك تاخد كورت بمعنى ملاعب التنس. واحد هيقول لي هاخد جراند سلامز، اقول لك ما هي كمان جراند سلامز دي بتاعت ملاعب التنس، فطول ما هو ما حددش فانا هاخد تورنامنتس معناها مباريات دولية، جولات عالمية وبس. اللي بعد كده جملة 20. You have to your mobile phone before you enter the meeting. دي أنا حلها معاكم قبل كده في التمارين. واحد داخل اجتماع هيعمل ايه في الموبايل فون بتاعه؟ هيعمل لها ميوت بس كده. بعد كده تعالى على جملة 21. I went to university to get this degree in physics. أنا دخلت الجامعة عشان أحصل على درجة علمية بكالوريوس أو ليسانس في الفيزيكس، في الفيزياء. Which means I'm now a physicist. أنا هنا عايزة أقولك على حاجتين. أول حاجة إن أنا عشان أتكلم عن وظيفة فبقول qualify as. طب ولو عايزة أقول إن أنا خلاص اتخرجت أو بقيت مؤهل فهتبقى qualified وأقول بعدها الوظيفة. طب لو جت qualified as صح وزي الفل وما فيهاش مشكلة، فهنا هتبقى qualified physicist
now a qualified physicist يعني انا دلوقتي فيزيائي مؤهل حاصل على الوظيفة. طيب في حاجة تانية بقى كنا حليناها قبل كده، ان الفيزيسيست ده اللي هو عالم الفيزياء ماله ده كان study بيدرس او teach بيعلم او بيدرس للطلبة action and reactions الفعل ورد الفعل، عشان هتيجي دي في الحل بعد كده واحنا بنحل ان شاء الله. تعالى على الجملة اللي بعديها اللي هي بسم الله جملة 22. جملة 22 بيقول لك the Egyptian tennis player لاعب التنس got into the final دخل النهائي. نهائي ايه بقى؟ هي دي اللي ينفع تاخد فيها round of the tournament، اسمها الجولة النهائية من اللعبة. round final round يعني الجولة النهائية من اللعبة دي، خد فيها راوند براحتك انت صح. تعالى اللي بعد كده جملة 20 I'm sorry جملة 23 آخر جملة في صفحة 5. Doctors keep the health of all patients so they know what illness they have had before. لو بتروح الدكتور شاطر بيبقى اول ما بدخل بقول له الاسم، لو انا متابعه معاه بقول له الاسم في ثانيه بيضرب الاسم عنده بالروشته على الجهاز الكمبيوتر بتاعه او اللاب اللي موجود قدامه، بيظهر له تاريخ المرضي كله، بيظهر له انا عندي حساسيه من حقن ايه، عندي حساسيه من مواد فعاله ايه، كان عندي امراض ايه قبل كده، عشان يبقى عنده سجل كامل للمرض بتاعي. فهو ده اللي يقصده هنا كلمه ريكوردز. health records معناها سجلات مرضيه، يعني السجل الكامل بتاعك بتاع صحتك وبتاع مشاكلك. كده تكون الصفحة الأولى خلصت. ابدأ في الصفحة التانية اللي بعدها جملة 24. جملة 24 بيقولك I can hear you أنا مش سامعك. Please your voice ارفع صوتك لو سمحت. فيرفع الصوت معناها raise، وهنا محتاجة اشرح لك حاجتين وكل شوية هشرح لك حاجتين مش هجيبهم من 4 مع بعض. تعال افكرك ان انا قلت لك وانا بشرح الريز والرايز ان الريز معناها يرفع. طب يرفع ايه؟ يرفع صوته ويرفع ايده، معناها يربي زي ما بيربي الحيوانات، معناها يجمع يعني بيجمع مال او يجمع محصول. طب خدت بالك ان هو هيجيب فاعل في الاول وبعد كده يجيب الفعل ريز اللي معناها يجمع او يربي او يرفع وبعدين يجيب مفعول؟ زي دي انت يو فاعل، ريز ترفع، يور فويس مفعول، يبقى الفعل الريز ده بيأخذ مفعول ومعناه يرفع او يربي او يجمع. طب الفعل رايز الاخير اللي عندك، الفعل رايز ده معناه تشرق الشمس. خدت بالك ان انا قلت تشرق الشمس؟ في مفعول؟ لا مفيش مفعول، الشمس هي اللي اشرقت، فعل وفعل وبس. طيب يقول لك تتصاعد الدخان او يتصاعد الدخان، مين اللي تصاعد؟ الدخان فاعل بس، يبقى تصاعد الدخان اشرقت الشمس، الفعل ده رايز ولا ياخذ مفعول. تعالى على جمله 25. واحد هيقول لي ارايز واراوز يا دكتور نسيتيهم. يا معلم انا عارفه بس انا قلت لك مش هشرحهم الاربعه عشان ما تتوهش دلوقتي، خد 2 واصبر عليا شويه وهقول لك ال2 بحيث عقلك يستوعبهم. تعالى على 25 بيقول لك you can't rely on. كلمة rely on معناها يعتمد على، ودي بتساوي depend on، ودي معناها ان الحاجة ثقة، ولذلك الصفة من الفعل rely هي الصفة reliable يعني موثوق. كمل. This information it's a. انا ليه ما اعتمدش على المعلومة دي؟ عشان هي inaccurate غير دقيقة، لكن reliable الاولى معناها ثقة، ده ما ينفعش ثقة. التانية ملهاش دعوة اصلا، التالتة accurate معناها دقيقة. طب انا اعتمد ليه ما اعتمدش عليها وهي دقيقة؟ اخر واحدة بس هي اللي inaccurate غير دقيقة هي الوحيدة اللي صح. جملة 26 my friend the present and tied it in ribbon. دلوقتي عندك present هدية وربطها في خيط من مش عارفة اسمه ايه اللي هو اللامع ده اللي انتوا بتربطوا بيه الهدايا او الحاجة. المهم انا عندي مصطلح واخداه في اللغة اسمه wrapped اللي هو الاخير. wrapped معناها يلف او يغلف. tricked الاولى معناها يخدع. appeared معناها يظهر، ودي من الافعال اللي بيجي بعدها صفات، ال11 فعل اللي بيجي بعدهم صفات. بعد كده عندي فعل اسمه trapped ودي معناها يحبس او يحاصر لو انتوا فاكرين. بعد كده I expect ودي الجملة رقم 27 I expected my friend to help me. توقعت من صاحبي انه يساعدني. انا هنا محتاجة حاجتين. اول حاجة انك تعرف ان expect جاي بعدها مفعول هيجي بعدها طول مصدر. هتقول لي ما دي الافعال المستقبلية اللي حضرتك شرحها في الوحدة الثالثة. في المستقبل. قلنا فيها ايه بقى؟ وبالمناسبة احدهم جه في امتحان ثانوية عامة النهاردة 2025. قلنا ان فعل promise يوعد، warn يحذر، hope يأمل او يتمنى، expect يتوقع، think يتوقع، predict يتنبأ. الافعال دي كلها اسمها افعال مستقبليه، الحاجه اللي انت بتتوقعها دي هتحصل في المستقبل. مالها بقى الافعال دي؟ الافعال دي لو جه بعدها فاعل
بتبص لزمن الفعل وتحط اللي بعده. يعني لو الافعال دي جايه لك في المضارع بعد الفاعل هتحط will والمصدر. طب لو الافعال دي جايه في الماضي بعد الفاعل هتحط ماضي زيه، فعل في الماضي. طب لو في ذات، دي الجمله بقى اللي جت النهارده كانت فيها تكايه كده في ثانويه عامه، راح جايب لهم الفعل ماضي، فالعيال طلعت جري خدت ماضي. لا، هو راح جايب ذات. وذات انا قايله مليون مره معناها بدايه جمله جديده، يعني ملهاش علاقه باللي قبلها. ذات بدايه جمله جديده، فهتنطبق على الجمله الثانيه اللي معاها. فالنص الثالث من الجمله الثالثه كان مضارع، فكان محتاج ياخد المره دي مضارع، فياخد will والمصدر. يبقى تاني، افعال مستقبليه، اي فعل مستقبلي اشوفه لو هو مضارع معايا فاعل اخد will والمصدر. طب لو فاعل وهو ماضي اخد would والمصدر. طب لو مفيش فاعل اصلا اخد to والمصدر. طب لو في مفعول زي الجمله اللي قدامك دي اهو، I expect هو متوقع، my friends صاحبه اهو، I expected my friend فعل ماضي بس قالك my friend اللي هو مفعول، يبقى to والمصدر to help me. طيب لو في ذات بقى جمله جديده، لا ده ينطبق بقى على الباقي. يبقى في مفعول مفيش فاعل، في الحالتين باخد to والمصدر. كمل بقى الجمله عشان هي لغويه ملهاش دعوه بالجرامر، انا قلت بس الفت نظرك. but he let me down. let me down معناها يخذلني، ودي كانت جت في امتحان ثانويه السنه اللي فاتت، طلعت ناس اتفزلكت وقالت جايب اجابتين صح، ما كانتش جايب اجابتين صح ولا حاجه. وانا بحل معاكم الامتحان ان شاء الله هنعرف ان في احد الاجابات ينفع ياخد مفعول والفعل التاني ما ينفعش ياخد مفعول، عشان كده هم كانوا فاكرين ان الاجابتين صح وهم مش صح ولا حاجه. نكمل بعد كده. جمله 28 بيقول لك my sister is a nurse. اختي ممرضه. she won a او an for her work during the coronavirus pandemic. وهنا انا هتكلم معاكم في حاجتين. اول حاجه المصطلح اللي انا قايله لك قبل كده اللي هو بتاع award، واورد معناها منحه او جائزه رسميه يعني الدوله معترفه بيها. في كلمه تانية كان اسمها ريوارد، وريوارد معناها مكافاه بس غير رسميه. واحد طلع الاول في امتحان مثلا خد يا حبيبي هديه، واحد طلع الاول مثلا في مسابقه في المدرسه خد يا حبيبي هديه، مش لازم الدوله تبقى عارفاها، مش جائزه نوبل يعني. هي طبعا انجاز وعظيم، بس انا اقصد ان هو مش حاجه رسميه من الدوله. طيب هنا انت هتقولي طب ما دي ممرضه، دي مجرد مكافاه ليها فالمفروض تبقى ريوارد. هقول لك لا، ما عدا الجوائح. اول ما يذكر اسم جائحه او مرض كان منتشر لفتره كبيره او على مستوى عالمي يبقى لا خلاص كده هيبقى اوورد، لان دي بتبقى حاجه معترف بيها من الدوله. فكده جمله 28 قال لك فيها كورونا فيروس بانديميك. كورونا دي كانت جائحه عالميه، فهيبقى اي حاجه فيها اوورد. تعالى الجمله 29. جمله 29 بيقول لك علي always، علي دايما works to a plan and organizes his time perfectly. خدت بالك من قال لك plan and organize يعني بيخطط وينظم وقته بكفاءة. ده معناه ايه؟ ده مصطلح احنا واخدينه اسمه حسن تنظيم الوقت، اسمه time management. time management عندك اهو في الاختيارات، وعكسه كان poor time management يعني شخص فاشل في إدارة وقته. واحنا كنا دايما بنقول اصلا ان ده من اساليب النجاح. كل الناس عندها في يومها 24 ساعة. ليه في ناس بتوصل وناس لا؟ عشان في ناس بتبعد نفسها عن المشتتات وبتحسن تنظيم وقتها. يحسن تنظيم وقته ده اللي بيوصل time management. اللي بعديها جملة 30. My father advises me to stop studying when I feel exhausted. نفس الجملة اللي احنا لسه قايلين عليها من شوية. أول ما أحس إن أنا exhausted مرهق أبطل مذاكرة. Because my concentration بسبب إن التركيز بتاعي concentration اللي هي focus، التركيز بتاعي بيحصل له إيه؟ declines يقل. تركيزي بيقل، فبابا بينصح لي إن أبطل مذاكرة عشان تركيزي، ما هو قالل أصلا دلوقتي. فهفتكر إن أنا كل اللي بحله غلط، لأ أنت بس تركيزك قالل دلوقتي، فوقف مذاكرة لحد ما تفوق وبعدين ارجع تاني. الجملة اللي بعدها جملة 31. The police are looking for a أو an who has escaped from the prison. انت اول ما تشوف اصلا ان البوليس look for يبحث عن، فطبيعي هيجي في دماغك كم كلمة؟ 2 احنا واخدينهم. كلمة اسمها convict بمعنى مدان او متهم، وكلمة اسمها guilty بمعنى مذنب GUILTY، قايلهم الاثنين في شرح الكلمات. الاثنين دول معناهم مذنب. طيب لو جملة 2 في الامتحان استحالة يجوا، بس لو حصل اللي escaped from the prison زي الجملة دي هربان من السجن، معناها انه خلاص تم الحكم عليه، فده يبقى convict. اللي بعديها جملة 32 بيقول لك efficient teachers المدرسين الكفء usually use different strategies to assess students is at school. انا هقول لكم مثال عليها دلوقتي بس خلينا نكمل ترجمة. different strategies يعني عندهم تقنيات مختلفة او طرق استراتيجيات مختلفة. assess فعل assess احنا واخدينه بمعنى يقيم،
واحنا واخدينه، انتوا قلتوا قبل كده في فاليو بتسويها وفي مش عارف ايه، قلنا كل ده واستيميت يقدر او يقيم، بس كل واحده فيهم لها استخدام لغوي. المهم لو خدتوا بالكم ففي الامتحانات اللي احنا بناخدها بعمل ورقه لتسميع الكلمات، لو قلبتها هتلاقي ورقه عشان حل التشوز. في شخص بيبقى نسي الكلمات اللي حافظها، نسيها معلش، هي جت لخبطه، نسي كلمه، نسي مصطلح، بس لما جه يحل في التشوز حل صح. هل انا ينفع احكم عليه بحفظ الكلمات بس ان ده فاشل او مش فاشل؟ لا طبعا، ما هو حل في التشوز صح. طب شخص تاني حفظ كلمات كويس، معناها ان ذاكرته في الحصائل اللغويه بتبقى كويسه، جه في حل التشوز والجمله خربت منه او في الجرامر وقعت منه، ده معناه انه فاشل ينفع احكم عليه؟ لا. دي طرق مختلفه في تقييم الايه بقى؟ الانجاز، achievement. يبقى students achievement يعني انجاز الطلبه في المدرسه. تعالى الجمله 33. It's not easy to make Peter his mind. الجمله دي اللي هي الوحده السادسه قاعده السببيه، ده اولا. ثانيا ده مصطلحات، يغير رايه اسمها change his mind. يقول لك ما قدرتش اخلي فلان يغير رايه، يغير رايه يعني change his mind، يغير رايه change his mind، فده المصطلح ده. طب ايه فيها في الوحده السادسه؟ الوحده السادسه ان احنا قلنا ان الاتش ال ام عاقل مصدر، لو تفتكروا في قاعده السببيه، ادي ام اهي، ام بتاعت ميك جاي بعدها عاقل اللي هو بيتر، ده بني ادم عاقل، جه بعدها فعل تشينج في المصدر. لا خدنا تو تشينج ولا خدنا تشينجز ولا تو تشينجينج، خدنا تشينج اللي في المصدر عشان القاعده. يبقى المصطلح لغويا تشينج هيز مايند، يغير رايه او يغير قراره او ياخد فكره تانية عن الموضوع. طب القاعده ام عاقل مصدر. الجمله اللي بعديها بسم الله، الجمله 34. Scientists are still trying to discover more and more about the around us. العلماء بيحاولوا يكتشفوا اكتر عن الحاجه اللي حوالينا. ايه اللي حوالينا؟ universe، الكون. حتى جمله عقلانيه قوي، جنرال انجلش قوي. هما العالم طول الوقت، العالم المتقدم طول الوقت يقول لك واحنا كوكب كذا واحنا كوكب كذا، بندور على كوكب مش عارفه منشق من كوكب كذا، كل دي حاجات حوالينا في اليونيفرس، يعني الكون اللي حوالينا. جملة 35 بيقول لك the government has designed a system to with the floods we sometimes have in coastal cities. الحكومة بتحاول تصمم نظام عشان ايه؟ الفيضانات اللي احيانا coastal cities يعني بتبقى في المدن الساحلية او الاماكن الساحلية. طيب الحكومة بتعمل ايه بقى؟ بتعمل نظام يتكيف مع with او يتأقلم مع. جملة 36 without، عايز اقول لك ان اي without معناها ing، ودي قايلينها قبل كده، ودي كانت احد بدائل اف قبل كده لو كانت اتحذفت، بس هي حاليا على تانية ثانوي يعني. without ing يبقى without paying attention. طب مصطلح pay attention معناه ايه؟ معناه ينتبه، يهتم، يفهم اللي بيتحل وبيتشرح. you can get the idea يعني عمرك ما هتفهم الفكرة من السؤال او من المسألة لو انت مش مركز. جملة 37 the novelist an important prize for his last novel. لو جيت على الجملة دي هتلاقي ان كل الاختيارات يعتبر عندك صح ما عدا بيت، كلهم معناهم يكسب او يفوز. won معناه يفوز، وجيند معناه يفوز، وايرند معناه يفوز. انا شرحها لك الفرق بين الافعال دي قبل كده وهعيدها تاني عشان لو ما كنتش فاكر تفتكر معايا. اول فعل وهو الاجابة الصح للسؤال ده اللي هو won، وده معناه يفوز بشيء في مسابقة، لازم يبقى فيه منافسة عشان يفوز. فانا عندي هنا برايز، جايزة. ليه؟ عشان لاست نوفل يعني روايته الأخيرة، يعني كان في منافسة أو مسابقة، يبقى one. طب الفعل بتاع جيند اللي هو جين معناه يكتسب شيء معنوي، خبرة، معرفة، معلومات، يكتسب يزيد في الوزن مثلا، يكتسب مش عارف حكمة مع الوقت اللي هي wisdom أو information أو knowledge، معرفة، أي حاجة معنوية أو داخلية بتبقى جين. طب الفعل الأخير اللي هو earn معناه يكسب فلوس بس من شغله، من عمل يده، يكسب مال من عمل يده، يبقى الوحيدة اللي صح هي one. جملة 38 all countries make a fortune، كل الدول بتعمل ثروة to achieve their development goals. بيعملوا ايه؟ a future، مستقبلية. all countries make a future plan، الأولى. ودي وانا بشرح واحدة من الوحدات كانت فيها كلمة بلان يخطط، قلت لك ان احنا معانا كلمة بلان يخطط، لو زودت لها تي هتبقى بلانت، نبات او يزرع. طب لو حطيت قبل التي اي هتبقى بلانت غير بلانت، بلان خطة ويخطط، بلانت نبات او يزرع، بلانت اي تي كوكب. فهنا فيوتشر بلان يعني خطة مستقبلية عشان يحققوا اهدافهم التطويرية. جملة 39 is the place where people are buried. كلمة buried معناها يدفن، يتم دفنهم، فالناس بتدفن في ايه؟ في graveyard. graveyard معناها المقابر. جملة 40
she has no in traveling those days. ما عندهاش اهتمام ان هي تسافر دلوقتي. كلمة no بيجي بعدها اسم يا رجال، فيبقى no interest بس كده. واحد هيقول لي طب ليه ما خدناش صفة؟ هقول لك تعالى نبص كده على الفعل has. هل فعل has ده واحد من الافعال ال11 اللي انا قلت لك بعدهم بيجي صفات؟ ما حصلش. يبقى interested غلط وinteresting غلط الاتنين. طيب هل فعل has ده ينفع يجي بعده حال؟ ينفع. طب واحنا ليه ما خدناش هنا حال؟ عشان كلمة نو عايزة اسم مش عايزة حال. يبقى احنا كده قلنا ليه الصفة غلط وليه الحال غلط. ادخل على جملة 41. One of the demerits of the internet is that it time. كلمة demerits هنا معناها عيوب، معناها disadvantage، معناها cons، كل دول معناهم عيوب. بيعمل ايه في الوقت الانترنت؟ waste time. it wastes time يعني بيضيع الوقت. ده طبعا مش غايب عنكم كلكم يعني. جملة 42. I'm sure my brother will in yesterday test. الجملة اسمها do well. المصطلح اسمه يبلي جيدا او يحل كويس او يعمل حاجة حلوة اسمها do well. الماضي منها did well. فهو قال لك yesterday دي ماضي، يبقى هناخد ايه؟ did well. الجملة اللي بعدها my young sister is shy معناها خجول by nature بطبيعته، هو بطبيعته بيتكسف. كمل باقي الجملة. she usually gets in front of strangers. الشخص اللي هو خجول ده بيجي قدام الناس الغرباء ويحصل له ايه؟ confused بيرتبك. لذلك ممكن نلاقي واحد مثلا يقول لك انا ما بعرفش اتعامل مع الناس، فللاسف رحت عزا فقلت للناس الف مبروك، او رحت فرح مثلا قلت للناس البقاء لله. ما هو متلخبط، هو مرتبك، فيبقى confused. جملة 44. he hops too. نرجع بس كده باللي انا لسه عايزه افكره لكم من شويه. لسه قايله لكم ان الافعال المستقبليه لو ما فيش فاعل او في مفعول هياخد ايه؟ to. اهي جت to اهي. he hops ما فيش فاعل وما فيش مفعول، ما فيش اي حاجه، تاخد to الماستر. طب تعالى نشوف بقى دي تنفع معاها ايه. بيقول لك weight وزن. مش انا لسه قايله لك دلوقتي ان الاشياء الداخليه او الاشياء المعنويه بتاخد الفعل gain، وقلت فيها wisdom الحكمه، وقلت فيها knowledge المعرفه، وقلت فيها information معلومات، experience الخبره، او الويت الوزن. ادي weight اهي فتاخد الفعل gain. 45 مش محتاجه اتكلم. a role model بس كده خلاص عشان ننجز، اللي هو good example اللي هو مثال حسن او قدوه حسنه. جمله 46 بيقول لك ايه؟ او an person is bad tempered. كلمة bad tempered معناها سيء الطباع او طول الوقت متأفف او متضجر او من الاخر مش عاجبه حاجة. فمش عاجبه حاجة او بيزهق بسرعة. اهو كاتب لك easily annoyed بسهولة قوي ممكن اضايقه. المصطلح ده اسمه grumpy معناها متأفف او متضجر او سهل او سريع الغضب، بيغضب بسرعة. الجملة اللي بعدها I took many notes because the lecturer gave a lot of interesting information. أنا هنا عايزة أقف عند حاجة مهمة قلت لكم عليها قبل كده، ألا وهي إن كلمة نوت معناها ملاحظة. الجمع بتاعها نوتس. بتاخد كام فعل؟ بتاخد 3. أول فعل اسمه make notes يعني يصنع ملاحظات أو يدون ملاحظات، اللي هي write down notes يدون ملاحظات. الفعل الثالث كان take notes يكتب ملاحظات ورا المدرس او الحاجه. جت اهي الماضي منها توك نوتس في الجمله اللي انتوا فيها دي. الحاجه الثانيه اللي عايزه اقول لك عليها كلمه ذا ليكتشرر، ده معناه المحاضر اللي بيدرس لك الماده. لو انت بتسمع فيديوز الكلمات هتلاقيني قايلها لك، يعني بيساوي بروف اللي هي بروفيسور او تيتشر المدرس. كمل بقى هو عايز ايه. بيقول لك synonym for lecturer. عايز مرادف كلمه lecturer هتبقى تيتشر بمنتهى البساطه. يلا بينا على صفحه 7 على جمله 48. جملة 48 حاجة احنا لسه حلينها حالا دلوقتي بس كانت جاية من غير as. You must work harder. لازم تشتغل أكتر من كده وتشد حيلك. The training is necessary. التمرين حاجة مهمة. To as a nurse. as ومعاها وظيفة قلنا بناخد qualify. لكن لو كان جايب اسم الوظيفة بس qualified كذا يعني مؤهل هتبقى صفة. هنا qualify فعل وبيجي بعدها as a nurse اسم الوظيفة. تعال على جملة 49. My sister are both they are always friendly and smiling. friendly معناها شخص ودود. smiling طول الوقت بيبتسم لك. ده ايه؟ ده well behaved يعني تصرفاته حلوة، سلوكه حلو حوالينه تجاه الناس يعني. جملة 50. I think أعتقد it's to keep animals in cages. keep animals يعني الاحتفاظ بالحيوانات. cages معناها الأقفاص. they suffer a lot. suffer معناها بيعاني يبقى دي حاجة كرول قاسية أو اللي هي hard يعني حاجة صعبة أو قاسية عليهم. تعالى على جملة 51.
احمد حلمي استالق، والله ما بطيئه سبحان الله، ملناش دعوه، بس هي الجمله كده جايه. talented معناها موهوب. he has amused us a lot. كلمه amused يعني متعنا، ضحكنا، قدم لنا حاجه يعني حلوه. طيب احنا واخدين في الوحده الاولى او الوحده الثانيه 3 كلمات بمعنى مشهور. اول جمله، اول كلمه، اول مصطلح كان اسمه popular with. popular with معناها مشهور بحاجه او معروف بحاجه. كانت بتساوي famous for، مشهور بحاجه. كانت بتساوي well known as. كانت بتساوي كمان celebrity اللي احنا خدناها اهي. celebrity هي دي الحل في الجمله دي، هو فنان موهوب ومشهور. خد بالك ان فعل celebrate معناها يحتفل، ملهاش علاقه بcelebrity دي. اللي بعديها احنا لسه واخدين حالا ان كلمه يؤدي جيدا في الجمل اللي فاتت معناها do well. فتعالى في الجمله دي بيقول لك when my father asked me about the exam. لما بابا سالني عن الامتحان I told him that I didn't do well. بعد الشر علينا وعليكم وعلى الكل يا رب، قلت له ان انا ما حلتش كويس. واحد هيقول لي خدناها دول ايه مضارع؟ ما هي اسكت ماضي وانت جاي لنا الماضي بياخد ماضي، وادي told ماضي. هقول لك عشان هو جايب didn't didn't بيجي بعدها فعل في المصدر، فلازم تبقى do. تعالى على جمله 53. I can't believe what you have said. Are you serious؟ والله بجد انا مش قادره اصدقك. وانت بتتكلم بجد؟ طيب بتتكلم بجد دي معناها serious، يعني معناها انت جاد في كلامك. هو عايز بقى antonym of the word serious، هو عايز عكس serious، فهتبقى joking معناها يمزح او يهزر. واحنا عندنا في المنهج كلمه joke بمعنى مزحه اللي هي نكته يعني، كانت بتساوي كلمه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد humor. يلا اللي بعديها. my parents usually جمله 54 inspire me to take. inspire معناها يحفز او يشجع، فهتساوي support وهتساوي post اللي هي BOAST، لان BOAST قلنا معناها يعزز الجهاز المناعي او يعزز الشغل، ملهاش علاقه. تالت حاجه معانا encourage او encourage يشجع، ومعانا كمان فعل motivate inspire encourage support post، كل دول معناهم يدفع او يحفز او يشجع الشخص. ليه بقى؟ take in serious discussion about my future. طول الوقت ابوي يشجعه، يا ابني اتكلم عن مستقبلك، يا ابني خد معانا كده مناقشات جد عشان نشوف انت بتخطط لايه، جوه دماغك في ايه. ربنا يستر واهالينا ما يعرفوش جوه دماغنا في ايه. بس عموما في مصطلح انا شرحه لك في الوحده الاولى، تعالى افكرك بيه. اولا الاجابه هنا هتبقى اسمها take part معناها participate يعني يشارك. فانا كنت قايله لك ان في مصطلح اسمه take place، ده معناه يحدث، ويحدث بخطه وترتيب. لكن كان معانا occur او happen معناها يحدث صدفة او بدون ترتيب. وانا بشرح لك المصطلح بتاع take place شرحت لك بالمرة take part in يعني يشارك فيه. تعالى بعد كده على جملة 55. The of the woman as a homemaker no longer exists. فكرة ان الست هي بس يعني خادمة في المنزل او هي بس بتقوم بوظائف المنزل دي ما بقتش موجودة. انا مش عارفة مالهم مال الستات، وحد كان اشتكى لهم. She now holds key positions around the world. هو بيقول لك ان هي حوالين العالم مهتمه او شايله مسؤوليه وظائف كتيره يعني. فكده كده احنا متفقين اي ستات يبقى ستيريوتايب، ما دام قال لك هوم او هاوس شغل البيت مش عارف ايه، يبقى ستيريوتايب وانت مغمض. الجمله اللي بعديها 56 فاتن is over the moon. قبل ما اكمل الجمله عايزه افكرك ان كلمه over the moon ده مصطلح معناه very happy delighted، سعيد جدا او طاير من الفرحه. she has won A او an for her collection of short stories for children. يبقى award منحة أو جائزة رسمية، عملت مجموعة للأطفال فخدت منحة أو جائزة رسمية. جملة 57 بيقول لك China has made a significant in developing. واخد بالك إن في فعل made؟ يا رب تبقى واخد بالك. made الماضي من make اللي هي بيجي معاها contribution مساهمة أو مشاركة. developing a vaccine to combat أو combat the coronavirus. الصين عملت مساهمة عظيمة. significant معناها مميزة أو هامة أو ذات مغزى، هتبقى contribution. جملة 58 I paid close attention to the and jotted down key points. jotted down معناها دونت اللي بتساوي write down اللي انا لسه قايلها لك. key points معناها كلمات مفتاحية، عارف اللي احنا بنعملها واحنا بنذاكر اللي هي بص لها كده اراجع منها افتكر اللي انا كنت مذاكره يخصها. كمل الجملة بيقول لك to get ready for the final exam عشان تبقى جاهزة للامتحان النهائي. فدي هتبقى lecturer. هو انا هنتبه لمين؟ ما هو pay attention معناها ينتبه، هنتبه لمين؟ lecturer المحاضر اللي انا لسه واخده حالا معناها teacher المدرس. تعالى الجمله 59 معايا يا معلم بيقول لك homeless people الناس المشردين بلا مأوى. lead A او an.
انا عندي مصطلح ليد بتاخد حرف الجر تو، ليد تو معناها يؤدي الى او يقود الى او ينتج عنه، اللي هي بتساوي ريزلت ان. انما هنا معناها ليد يعني معناها عايش حياه ايه، لايف. miserable معناها حياه بائسه، حياه بائسه. جمله 60. don't worry اوعى تقلق. everyone has own problems no one is immune to them. اوعى تقلق، كل واحد عنده مشاكله الخاصه، يعني ما حدش فيهم المهم انا عايزه افكرك بحاجه في الموضوع ده. وانا بشرح في مره الكلمات قلت لك عيله وان فعلها مفرد ضميرها جمع، والله العظيم قايلها مليون مره واعيد تاني عادي ما عنديش مشكله. جمله 60 في كلمه عندك everyone، فانا قايله عيله وان. ايه بقى عيله وان؟ اللي هي everyone no one someone، اي حاجه فيها وان مالها فعلها مفرد، يعني الفعل اللي بيجي معاها بيبقى مفرد. فلو بصيت هتلاقي everyone has فعل مفرد اهو. انما الضمير العكس بقى، ضميرها جمع. يبقى القاعده بتقول عيله وان فعلها مفرد ضميرها جمع. ايه الضمير الجمع اللي هنا في الاختيارات؟ واحد بس، هو their هو ده الوحيد اللي جمع. تعال على جمله 61. ايه او ان is an expert خبير in the inner actions of matter. ايه هو اللي مهتم بالفعل ورد الفعل من قبل ما اكمل؟ وطبعا في الاخر قال لك physical universe في الكون الفيزيائي، فكده كده هتبقى physicist. بس لو في الامتحان ما جابليش كلمه physical خالص ولا جاب سيره الفيزياء، فانا لسه قايله لك حالا في الحل اللي فوق اللي بيهتم بالاكشن والانر اكشن الفعل ورد الفعل هو physicist عالم الفيزياء، فتبقى الاجابه B. جمله 62. we think that the person who won the quiz is A أو N. ملناش دعوة. كمل الجملة التانية. he looked up the answers online. وانا بشرح الوحدة الأولى قلت لك امتى نقول على الشخص انه look answers online؟ لما يبقى تشيت غشاش. قلت لك تشيت لما يبقى liar كذاب، أو spin يعني بيحور الكلام، أو look answers online بيبص على الإجابات online. والله قايلها نصا، فهناخد الإجابة هنا C اللي هي تشيت غشاش. تعال على الجملة اللي بعدها اللي برضو قايلينها في نفس الوحدة. in this advertisement في الإعلان ده he left out. أول ما أشوف كلمة left out أعرف إن ده الماضي من leave out يعني حذف حاجة. the fact that the flat isn't opposite the Nile to make others. خد بالك هو حذف معلومة، ما قالش إن الشقة في مقابل النيل. ليه؟ to make others buy it for a higher price، عشان يخلي دي تقريبا في ظهر النيل او بعيد عنها، يعني عشان يخلي الناس تدفع فلوس اكتر. This is bias by. ده ايه؟ ده تحيز بالايه؟ بالسبين، بالتحوير، لفق، حور معلومه. واحد هيقول لي طب ايه بليسمنت اللي جنبها؟ تعالى افكرك. بليسمنت ده معناها الاماكن، تحيز بالمكان، انه يشيل حاجه من at the top من فوق يحطها at the bottom، او العكس يشيل حاجه من the bottom يحطها فوق. واحد مثلا يهمه بيحبه يروح حاطط العنوان بتاعه او الخبر بتاعه في اول صفحه، مع انها حاجه مش مهمه قوي. في واحده مثلا تانية مؤهله للحصول على جائزه نوبل، دي المفروض تتحط في اول صفحه، هو حطها at the bottom. فلما بيقول لك top bottom في الاول وفي الاخر يبقى ده placement. طب omission احنا لسه حليناها حالا. لما يحذف حاجه، لما يبقى missed يحذف، او cut يقص او يقطع، او remove يزيل، او delete يحذف، او omit يحذف، او leave out، كل دول معناهم يحذف اللي هي omission. اللي بعديها جمله 64 I'm sorry. طه حسين's books have been translated into many languages. طه حسين انا ليا راي خاص كده في طه حسين، اتمنى يعني خلينا بعيد عنه دلوقتي، بس عموما بيقول لك طه حسين في كتب من كتبه اترجمت للغات كتيره جدا، منها English, French and Chinese، الانجليزي والفرنساوي والصيني. طيب تعالى اشرح لك كده فعلين. الاجابه اولا هي including الاولى اللي هي ايه كده، حلينا الدنيا عشان بس اللي مستني الاجابه. طيب تعالى بقى اقول لك، لو جالي في الامتحان فعل include يعني يتضمن، وفعل تاني اسمه contain يعني يتضمن، اعمل ايه؟ احنا قلنا قبل كده ان فعل include دي معناها تضمين معنوي. يعني ايه معنوي؟ يعني ممكن مثلا اقول لك ان الورقه اللي في ايدي دي فيها 100 نوع اكل او 100 وجبه اكل، ده معناه ان انا لو هزيت الورقه هتنزل 100 طبق اكل على الارض؟ اكيد لا، انا قصدي الاسماء مثلا او الوصفات بتاعتها الريسيبيز، لكن انا ما اقصدش ان الاكل موجود بجد، يبقى include ده معنوي. طيب امال ايه كونتين؟ لا كونتين ده موجود بقى بجد مادي. ازاي؟ اقول لك this box الصندوق ده contains يحتوي على a nice cat قطه لطيفه، يبقى ده معناه بجد ان انا لو فتحت الصندوق هلاقي قطه. الجمله اللي بعديها 65. there shouldn't be against people. اول ما يقول لك ضد احنا حافظينها صم، يبقى prejudice او prejudice اللي هي التحيز او العنصريه of different cultures. لما يبقى عندك ناس من ثقافات مختلفه ما ينفعش تبقى متحيز او عنصري ضدهم.
جملة 66. My cousin attends school in العبور city. اخويا او ابن عمي او ابن عمتي او ايا يكن الشخص بيحضر او انضم لمدرسة كذا attend، لان احنا خدنا فعل attend بمعنى يحضر وبمعنى ينتبه وبمعنى يهتم، فهتبقى attend. جملة 67. The major to achieving that project is money. أهم حاجة محتاجين تكون موجودة في المشروعات هي الفلوس. There aren't enough funds. للأسف مفيش ممول زيادة، فيبقى أنا كده عندي عقبة في المشروع بتاعي، فعقبة معناها obstacle. وهنا عايزة أفكرك بحاجة، إن كلمة obstacle هي وكلمة defies تحديات، وكلمة challenges تحديات، وكلمة difficulties الصعوبات، وكلمة هي obstacles معاها عقبات. في كده كلمة كمان، الكلمات دي أنا قايله لكم كلهم بياخدوا فعل اسمه overcome، يعني يتخطى أو يتغلب على. وكنت قايله لكم إن في فعل تاني بيساويها عشان ما تتوهش بينهم، كان اسمه come over، وده بيساوي visit يزور، ملوش علاقة خالص ب overcome اللي هي معناها يتغلب على. جملة 68 بيقول لك I'm sure your spirit of is the most important factor of success. فاكتور معناها عنصر للنجاح، سكسس النجاح. فاحنا قايلين قبل كده كلمة spirit معناها روح، determination. قايلين قبل كده ان احنا عندنا formula of success، تركيبة النجاح هي hard working العمل الجاد، ثم patience الصبر. طب انا اشتغلت كويس وصبرت، بس انت محتاج ان انت تداوم بقى، يبقى محتاج determination عزيمة او اصرار على اللي انت بتعمله. جملة 69 I never that women are less efficient than men. انا عمري كذا ان السيدات اقل كفاءة من الرجال. In fact في الحقيقة they often outperform a large number of males. less efficient يعني اقل كفاءة. فهو بيقول لك الجملة التانية هي اللي فيها الحل بقى، بيقول لك احيانا outperform يعني بيأدوا اكتر من الرجالة. يبقى انا عمري deny يعني عمري ما انكرت. واحد هيقول لي طب ما كده ازاي كده اجيب ديناي؟ ده انا كده يعني بعمل، ما اقول لك ما في نيفر، في النفي، عدم الانكار يعني الاعتراف. يبقى انا عمري ما اعترفت بكذا. تعالى على جمله 70. انا عارفه ان جمله 69 دي هتعمل خناقات ومنى دخلت اتخانقت فيها، بس ماليش دعوه. يعني هي جمله خناقات انا عارفه، بس برضو ماليش دعوه، هو ده الصح، وبتدخلوا تخانقوا معايا في الواتساب عادي وانا هفهمكم. in underdeveloped countries في الدول اللي هي هقول عليها ايه، دولنا احنا النامية، دول العالم الثالث يعني. illiteracy معناها الأمية. لاك ادي جت لاك اهي، لاك اللي معناها نقص، احنا لسه شارحينها فوق. of national معناها القومي، awareness الوعي القومي there، هتبقى reflects تعكس. اي دولة التعليم فيها قليل او الصحة فيها مش كويسة، تأكد ان الدولة دي بتعكس اللي جواها. لذلك يقول لك ايه، كل شخص بيدل على البيت اللي جاي منه، مش بنقول كده؟ يقول لك فلان الفلاني عمل كذا، يقول لك ما هو كل شخص بيدل على البيت اللي هو جاي منه. تعال على جملة 71. some private universities بعض الجامعات الخاصة students in terms of their GPAs. يا عيني يا غلابة ده كلكم والله. الجامعات دي بتعمل ايه؟ بتحط مستويات الطلبة او بترقمهم حسب الجي بي اس بتاعهم، فتبقى رانك، الرتبة الاجتماعية او الرتبة العسكرية اسمها رانك. جملة 72 يا معلم بتقول Sir يا سيدي a lady in a black gown، في واحدة كده برا لابسة جونيلا أو فستان أو حاجة سودا مستنياك. with a is waiting for you outside مستنياك، هيبقى veil اللي هي سي ومعناها حجاب. جملة 73 the problem is difficult المشكلة صعبة، ثم but I'm doing my best to it. ادي كلمة difficult اهي اللي احنا لسه قايلين عليها. difficult صعوبة، يبقى اخد الفعل overcome يعني اتخطاها او اتغلب عليها. تعالى على 74. جيانا فاروق has medal in 4 different countries، في دول مختلفة يبقى ميداليات مختلفة، يبقى بعلم الدول يبقى 1، مسابقات او منافسات يبقى 1. بعد كده جملة 75 بيقول لك my neighbor's children الأطفال بتوع جيراني causes a lot of noise بيسببوا ضوضاء which makes me unhappy ودي حاجة بتخليني مش مبسوط and cross وغاضب متضايق. جملة 76 بتقول لك doctors say that the percentage of the الدكاترة بيقولوا ان النسبة المئوية اللي ايه بقى of the COVID-19 disease is low in children نسبتها قليلة في الأطفال، يبقى حدوثه. وذا بيجي بعدها اسم يبقى occurrence اللي هي بي،
انما اوكر الاولى ده فعل، يجي قبله فاعل، هنا مش فاعل ده اسم. طب اوكرد التالتة ده صفة او فعل في الماضي. اوكرز الاخيرة ده فعل في المفرد. جملة 77 I'm sorry. You must support it before taking this medicine. جملة مشهورة ومعروفة قوي. هاخد دواء، هعمل ايه عشان اخد دواء؟ ههز الازازة، فيهز يعني شيك اللي هي الاخيرة. 78 I'm to my friends of their encouragement. انا ممتن لصحابي للتشجيع اللي بيشجعوهولي. الاجابة هتبقى grateful، ممتن ليه. ما تنساش ان grateful بتاخد to. جملة 79 I'll never forget the day my daughter put on her wedding dress. عمري ما هنسى اليوم اللي اختي فيه لبست فستان فرحها. and became a واصبحت ايه؟ bride الاولى. bride الاولى بمعنى عروسة. bride groom سي هي اللي معناها عريس. دي bride بمعنى الفخر اللي معناها فخور او مغرور اللي هي proud. جملة 80 the police don't know of the accident in the street yesterday. الشرطة ما كانتش عارفة سبب الحادثة. سبب يعني cause. طب واحد هيقول لي طب ليه ما خدناش reason؟ عشان حرف الجر off cause of. انما لو كانت reason كانت تاخد for. جملة 81 حامد is and can't walk. مش عارف يمشي، يبقى ربنا يعافينا ويعافيكم والمسلمين disabled معاق. جملة 82 newspaper. ركز كده قالك has small pages صفحات صغيرة and large photos وصور كبيرة. مين دي؟ مين اللي بتحب الصور الكبيرة والفرجة؟ تابلويد، لسه شارحينها حالا، الصحف الشعبية. جملة 83 when the accused. كلمة accused معناها متهم، بتساوي كلمة convict وبتساوي كلمة guilty. accused صفة بمعنى متهم أو مذنب، بتساوي convict و guilty. person proved that. proved يعني يثبت أو يبرهن. that he wasn't إن هو مش إيه. كمل he was set free. معنى set free يعني يتم تحريره، حرروه، طلع الحمد لله، فهيبقى guilty وguilty معناها مذنب. تعالى ل 84 what bad news. إيه الأخبار المنيلة دي؟ the book had been before it was published. أظن لسه شارحينها فوق. الكتاب ايه قبل النشر؟ احنا خدنا ما تنساش ان فعل published دي بتيجي مع الحاجات الورقية فقط. الكتاب حصل له ايه قبل النشر؟ عشان كده اخبار سيئة. leaked وليكد معناها تم تسريبه. تعالى الجملة 85 it's that some people were typing up معناها يطبع copies of the books to share it illegally. اول ما يقولك كلمة illegally يعني غير قانوني او غير شرعي، يبقى دي كده قرصنة piracy. بس ده ايه بقى؟ it's claimed يتم الادعاء ان، يدعي ان او يقال ان. بسم الله. تعالى على الجملة 86 احنا لسه شارحينها حالا اهي. بيقول لك النيوز بيبر جورنان، بس كمل كده قال لك more ايه؟ formal يعني رسمي، انما التابلويد كانت غير رسمي informal. كمل كده. لو انا تايه الكلمة دي ما جابتنيش قوي، هات الكلمة اللي بعديها. قال لك ايه بقى؟ with large pages صفحات كبيرة. مين اللي صفحاته كبيرة؟ يبقى broad sheet صفحاته كبيرة لكن الصور فيه هو اللي صغير. تعالى على جملة 87 بيقول لك online book if an illegal. أول ما يقول illegal أنا لسه قايله لك فوق هيبقى piracy. أي illegal يبقى piracy وأنت مغمض. تعالى الجملة 88 بيقول لك it's not easy for young writers. مش من السهل على الكتاب الصغيرين الشباب لسه their new books publish. لسه قايله لك حالا إن أي حاجة ورقية بتاخد الفعل publish يعني ينشر أشياء ورقية. 89 the accident despite the carefulness of the driver. الحادثة ده هنا فاعل، عايز اجيب فعل بمعنى يحدث يبقى occurred اللي احنا لسه قايلينها فوق حالا، حصلت بسبب كذا. تعالى على جملة 90 بيقول لك is one of the behaviors احد التصرفات that you must stop practicing. حاجة انت لازم توقفها، لازم توقف انك تعملها cheating الغش. تعالى على جملة 91 the factory had collapsed. لا حول ولا قوة الا بالله. الفاكتوري اللي هو المصنع had collapsed يعني انهار، انهدم. so the lawyers المحامين that the insurance company بيطلبوا من شركات التأمين pay the legal compensation ان هم يدفعوا التعويض القانوني. يبقى demanded يطالبوا. demand بمعنى يطالب. تعالى الجملة 92 بيقول لك the global distribution of wealth reflect تعكس high levels of. بيقول لك ان في مشكله عالميه جامده. wealth هنا معناها الثروات او الغنى يعني. بيقول لك في العالم بقى مقسوم اتنين، ناس غنيه قوي
وناس على القحط خالص. فده معناه ايه؟ ده معناه inequality، يعني عدم المساواة. اللي يثبت لي، بص على الجملة التانية، بيقول لك there are rich and extremely impoverished countries. impoverished countries. extremely rich يعني الناس غنية قوي. impover يعني فقراء للغاية. فده inequality، عدم المساواة. تعالى الجملة 93. after the accident، بعد الحادثة، the injured people were financially. انا قايله لك في الوحده الرابعه تقريبا او السادسه ان كلمه financially معناها ماديا، واتكررت في الوحده الاولى. فاعمل ايه ماديا؟ يتم التعويض ماديا، يبقى compensated. جمله 94. finally اخيرا the police discovered what had the accident caused. اخيرا الشرطه عرفت مين تسبب بالحادثه. واحد يقول لي ما خدناش reason ليه؟ دي مش معناها تسبب، دي معناها سبب. caused هي اللي معناها يسبب الحادثة. اللي بعديها 95. I was to hear that my car had been stolen. افتكر ان انا قايله لك ان عندي مصطلح اسمه شوك، اللي هي شوك اللي هو مصدوم، اللي جت في امتحان معادلة في احد السنين. دي بيجي بعدها حاجتين، اما يجي بعدها تو المصدر، فهو هنا جايبها لك هي الاجابة شوكد الاخيرة دي وتو هير، واما يجي بعدها باي واسم، يا تو المصدر يا باي واسم. تعالى على 96. بيقول لك بياس باي از ماركت باي ليفينج اوت. ها الحمد لله جايب كلمه ليف اوت اهي، يعني يحذف. اول ما اشوف يحذف يبقى اعمل ايه؟ اخد اوميجن، بياس باي اوميجن وانا مغمض. تعالى الجمله 97. بيقول لك ذا كونفيكت يعني المتهم behaved in تصرف dishonest way بطريقه غير امينه. behave is similar in meaning. كلمه behave دي بتساوي ايه في المعنى؟ بتساوي كلمه act يتصرف او يسلك سلوك. 98. بيقول لك في 98 جملة مشهورة وجاية منصا من الكتاب من السفينة، الدرس اللي قرأناه مع بعض. The giant ship السفينة العملاقة had broken down and تعطلت. broke down معناها تعطل. طالما تتعطل هتعمل ايه بقى؟ تعالى نشوف. بيقول لك navigation in the Suez Canal for 7 days. وقفت الملاحة، يبقى أعاقت أو سدت، يبقى blocked اللي هي بي. تعالى على جملة 99. بيقول لك the prime minister معناها رئيس الوزراء. عمل ايه بقى رئيس الوزراء؟ اول بس قبل ما اكمل، هو انا مش قايله لكم ان الحاجات الرسميه دايما بتاخد announced؟ قلت لك يقول لك king ملك، queen ملكه، president رئيس، minister وزير. مثلا يقول لك اسم الدوله وبعدين التلفزيون، زي ما عندنا مثلا يقول لك Egyptian television التلفزيون المصري، ما ده بيبقى تابع للدوله. او يقول لك prime minister رئيس الوزراء، يبقى دي حاجات رسميه، يبقى announced يعلن رسميا announced. جمله 100. unfortunately لسوء الحظ the collapse الانهيار of the house للبيت has caused سبب فيه tens of and a lot of injuries لا حول ولا قوة إلا بالله casualties ضحايا، فقدوا ضحايا 10 من الضحايا والكثير من المصابين. تعالى الجملة 101 بيقول لك فيها all cases of murder كل قضايا القتل are tried in يعني بيتم التحكم فيها in court because they deserve a strong penalty penalty يعني هم عايز يديهم حكم يجيب اجلهم، يبقى lawful محكمة الجنائية. تقريبا انتوا كنتوا واخدين مصطلح في الكتاب. بص انا هرجع لكم فيها، تقريبا كان في مصطلح في الكتاب اسمه criminal court محكمة جنائية، بقوا تأكدوا منها كده لان هنا الاثنين هيبقوا صح، criminal ولوفل الاثنين صح. بس لو المصطلح عندك في الكتاب في الوحدة الاولى لو لقيتها criminal court يعني محكمة جنائية يبقى هي الصح. 102 the police. واحد يقول لي طب جايبين لي صح ليه؟ هقول لك اعتمد المنهج يا باشا. the police officers are the cause of the crime. انا قايله لك في الوحدة الاولى ان اول ما يقول ان كلمة بوليس شرطة ومعانا في جريمة او مشكلة يبقى انا عندي فعل واحد بس باخده الا وهو investigating يعني يبحث او يتحرى او يحقق. جملة 103 the police were able to rescue the people. الشرطة انقذت الناس who were inside. قال لك جوه يبقى trapped محبوس على طول trapped. the house during the fire خلال الحريق يبقى trapped اللي هي الأخيرة. جملة 104 when I saw a huge animal in the dark. لما شفت حيوان ضخم في الضلمة I jumped out of my skin. jumped out of my skin مصطلح معناه ان انت مرعوب. that means I was
هو كان قصده that means يعني مش ده غلطة طبيعية عادي. ان انا كنت ايه terrified، و terrified معناها مرعوب، horrified مرعوب، scared خايف. جملة 105 ايه او ان is a person who makes and repairs اللي بيصنع وبيصلح things made of iron حاجات مصنوعة من الحديد by hand بإيده، يقعد يشكل فيها بإيده بقى ويصنع فيها. ده يبقى مين؟ عمك بلاك سميث. بلاك سميث معنى حداد. الجملة اللي بعديها هي جملة 106. أنا ممكن أقول لك الحل من غير ما أبص على باقي الجملة والله، بس أنا هكمل معاك. هقول لك الحل ازاي. الاول عندك كلمه كرايم، وانا واخده الفعل اساسي مع كلمه كرايم هو كوميت، وقايلها في الفويسز وشرحها في الكلمات. كوميت كرايم. The police are looking for الشرطه بتبحث عن the criminal المجرم who had that horrible crime مين اللي ارتكب الجنايه او الجريمه دي، يبقى committed يرتكب. 107 It takes roughly 2 hours خد مننا ساعتين to get to the company عشان اوصل للشركه. roughly here معناها approximately معناها تقريبا، اخد مننا تقريبا. يلا بينا على جملة 108 بسم الله. The police managed to arrest the escaped البوليس بيخطط للقبض على escaped. هو مين اللي هيهرب؟ convicts. وانا لسه قايلك من شوية اما تشوف كلمة prison السجن يبقى convicts. اللي بعديها من قبل ما ابص على باقي الجمله عندي كلمه فاينانشيالي ماديا، واحنا متفقين ان كلمه فاينانشيالي ماديا معناها مرتبطه بمين؟ بالتعويض، يبقى compensate التعويض compensate. يبقى the government had to the victims الضحايا families financially يعوضوا عائلاتهم ماديا، يبقى compensate. تعالى على جمله 110. مو صلاح يا دي القرف is the top red hot winger in the premier. ملناش دعوه، هو بيتكلم عن الليجا اللي هو الدوري الانجليزي يعني الليج، فهو بيقول لك عليه. طب احنا هنا مش دوري انجليزي، مش دي كده رتبات اجتماعيه؟ يبقى رانكد وانت مغمض. لا احب صناعه الاصنام. يلا ملناش دعوه. I was cross انا كنت متضايق وغضبان في جمله 111 with hair منها for being careless لانها مهمله. careless المهمله عكس كلمه cross غاضب معناها مبتهج او مبسوط منها، يبقى cheerful لان كلمة angry الاولى معناها غضبان، annoyed معناها متضايق، furious الاخيرة معناها غضبان او متضايق اللي منها سلسلة افلام fast and furious. فلا احنا عايزين عكس كروس، عكس الغضبان بقى cheerful مبسوط او مبتهج. تعالى بينا على جملة 112 من غير ما اتكلم جايب لك women السيدات او المرأة، وجايب لك house wife زوجة عاملة او ست البيت، يبقى مين وانا مغمض؟ stereotype. الجملة اللي بعديها 113 بيقول لك نوع من الميديا بيحصل فيه ايه بقى؟ use words and phrases to support او oppose service or even an idea بيستخدم فيها كلمات او يدعم فيها آراءه عشان يخدع الناس، يبقى ده spin معناه يحور. الجملة اللي بعديها لو محتاجة ما ببصش خالص ادي عندك كلمة the top of the page اهي. the top انا لسه قايله لك يجيب لك كلمه bottom، يجيب لك كلمه the top، يبقى تاخد بليسمنت وانت مغمض. يلا نقرا الجمله 114 بيقول لك the journalist الصحفي was biased by عنده تحيز بالايه؟ ليه؟ he put the story at the top حط قصه حد اعلى of the page to show it was interesting عشان يبين للناس ان دي مهمه اكتر، يبقى ده مين؟ placement. a successful journalist الصحفي الناجح must be nosy لازم يبقى فضولي. nosy غير noisy، noisy مزعج صاخب انما nosy فضولي. and interested people in people لازم يكون مهتم بالناس. ده معناه ايه؟ لو بتسمع الشرح بتاع الكلمات ده انا هفضل طول وانا براجع والله اقول نفس الكلام، هتلاقيني قايله لك ان الصحفي فيه 3 مواصفات. اول حاجه انه يبقى nosy فضولي، تاني حاجه يبقى curious فضولي and inquisitive. inquisitive الإجابة بي curious and inquisitive يعني كثير التساؤل بيسأل كتير. يلا بينا على جملة 116 بيقول لك no one can challenge him in chess محدش بيقدر يتغلب عليه في الشطرنج. the synonym of challenge أنا لسه قايله لك حالا المصطلحات اللي بتيجي مع فعل overcome يتخطى أو يتغلب على هتبقى defy. قلت منهم challenge يتحدى أو تحديات معاها defy يبقى defy. مرادف كلمة تشالنج تحدي هو defy تحدي. 117 he was totally يعني هو بالكامل in reading and forget everything else يعني بصوا مغمور او غرقان في الكتابة او القراءة ومش حاسس باللي حواليه. ده مصطلح انا لسه واخداه دلوقتي بمعنى immersed.
immersed وهنا هتبقى صفة ed عادي. جملة 118 A is a person who has been found guilty. خلاص بقى ما بقتش محتاجة أقول، أول ما ألاقي guilty يبقى convict على طول. الجملة اللي بعديها A lot of people are in low paid jobs. ناس كتيرة محاصرة أو محبوسة في وظائف سعرها قليل. So they feel unfair. feel يعني شعروا أو يشعروا، unfair يعني بعدم العدل، يبقى trapped. 120 All students feel before the exams. قبل الامتحانات كلنا بنحس بإيه؟ stressed اللي آخرها دي ED، وستريس دي معناها إن أنت اللي قلقان. أمال الحاجة اللي قلقاني الامتحان يتقال عليه المصطلح اللي هو الإجابة B اللي هو stressful. يبقى لما يقول أنا إيه؟ أنا stressed. طب الامتحانات بالنسبة لي إيه؟ stressful. يلا بينا على جملة 121 by law بالقانون it's to drive a car without having a driving license. معيش رخصة يبقى بالقانون ده إيه؟ illegal معناها غير شرعي أو غير قانوني. 122 don't fall in the of borrowing money from a bank. الربا يا جماعة حرب من الله ورسوله، خراب بيوت، خراب أعمار. هو بيقول لك اوعى تقع في خدعة أو في مصيدة إنك تستلف فلوس من البنك، يبقى trap معناها فخ أو مصيدة. يلا بينا على جملة 123 بيقول لك employers وهنا هقف وقفة. employer اللي آخرها R معناها صاحب الوظيفة، ده البوس الباشا صاحب المكان. طب employee لو بالفرنساوي أو employ بالإنجليزي بعد ما شالوا الأكسوز، فدي هيبقى معناها الموظف مش صاحب الوظيفة، الوركر العامل. طيب لو employment فده التوظيف ذات نفسه، فكان معانا كمان employed بالإيدي ودي معناها employed معناها موظف ودي صفة. هو بيقول لك هنا الحاج صاحب الوظيفة must considered all candidates لازم يهتم بكل المرشحين للعمل impartially and without كلهم بالكامل بدون تحيز أو عنصرية. جملة 124 he waited for a reply to his offer with breath. ده مصطلح احنا واخدينه اسمه wait with bated breath، الإجابة B. bated breath معناها وده جت في امتحان المعادلة سنتين متصلتين. wait with bated breath معناها ينتظر بفارغ الصبر، اللي هو يا جماعة أنا مش قادر أخد نفسي انجزوا قولولي. تعالى على جملة 125 her reputation was سمعتها by her bad manners بسلوكها الوحش، يبقى ريون تدمرت، السمعة تتدمر. وخليني هنا أفكرك بالمصطلحات اللي خدناها في الوحدة الأولى بمعنى يتدمر. كان في المصطلح ريون ده اللي اتكرر في الوحدة الثانية أو الثالثة كمان بمعنى يتدمر، كان بيساوي مصطلح اسمه damage كل واحد مثلا حسب الجملة طبعا، كان بيساوي destroy، كان بيساوي spoil بمعنى يفسد أو يدلع أو يدمر. الجملة اللي بعديها I don't like the image of the homeless as a criminal. خدت بالك من الريبيتيشن اللي فوق دي معناها سمعة شخص أو سمعة مكان اللي في جملة 125. إنما جملة 126 جايب لك كلمة image، وإيمج دي احنا شارحينها في الملاحظات اللغوية معناها الفكرة اللي بتبقى في دماغ الناس عن طريق الدعاية، يعني سمع دعاية عن شخص، سمع كلام عن شخص فخد عنه فكرة معينة، لكن هي مش حقيقة مش ريبيتيشن يعني. طيب كمل كده بيقول لك homeless as a criminal، ما ينفعش نعامل الناس اللي هم مشردين على انهم مجرمين. طيب ده بياس ده تحيز ضدهم صح. طب ده بريجيديست ده تحيز وعنصرية ضدهم صح. طب ده ستيريوتايب ده صورة نمطية خاطئة يعني فيكسد ايديا صح. يبقوا الثلاثة صح A B C صح، يبقى الإجابة دي. 127 A developed society is the one where women and men are partners. المجتمع المتطور او الحلو يعني هو على فكره لا مجتمع حلو ولا نيل على دماغهم، احنا عايزين نقعد في البيت وهم يشتغلوا. بيقول لك ده بيعمل ايه في البارتنرز، بيعامل الستات والرجاله على انهم ايكوال متساويين. والله تعبانين في دماغهم دمر الدنيا. ارجع على الجمله اللي بعدها 128 he is patient هو صبور with his children. واخد بالك ان فعل is ده من الافعال ال11 اللي احنا واخدينها كمان الصفه اخرها ENT يبقى ده فعل من الافعال ال11 ودي احد النهايات اللي احنا واخدينها للصفات، يبقى كلمه patient هنا adjective صفه. الجمله اللي بعديها جمله 129 بيقول لك علي runs علي بيجري ايه بقى really fast. فواحد هيقول لي ايه من البدايه كده دكتور كلمه run هنا مش من الافعال ال11 عاش عليك، وما دام مش من الافعال ال11 يبقى اللي جاي بعده حال اللي هي fast هنا حال. فهتقول لي طب ليه ما خدتش ال واي؟ هقول لك فاست من الصفات الشاذه في التحويل للاحوال لا تاخذ ال واي، فهنا فاست هيبقى adverb حال. جمله 130 a range of mountains in the distance هتبقى rises بتزداد في المسافه
rises. اللي بعديها 131 after the accident، بعد الحادثة. she has got very and cross with others. ودي كنا قرأناها في الدرس بتاعت البنوتة اللي هي بعد وفاة والدتها قررت تبقى أم لإخواتها، لكن كانت طول الوقت كذا ومتضايقة، وكانت بتقوم بسيريس ادفنتشرز يعني مغامرات خطيرة، فده أدى إلى إن هي تعمل حادثة وتفقد القدرة على المشي. فكانت وقتها إيه بقى؟ كانت وقتها impatient يعني غير صبورة. الإجابة في 131 بي. طيب تعالى راجع معاك حاجة كده. شايف الفعل got؟ ما الجت ده الماضي بتاع جد، ده احد الافعال ال11 اللي بيجي بعدهم صفات، فاحنا جبنا بيشنت اهي بعدها صبور بس نفيناها. ام من الكلمات النافيه. 132 Egypt has a rule in setting a dispute in the Middle East era او area. عايز اقول لك ان الفعل ده او الكلمه اللي هي بتاعت significant اللي هي معناها هنا برضو significant صح، بس هو مش جايبها في الاختيارات، بس significant rule دور ذو مغزى او هام، او vital rule دور حيوي او فعال، بيجي معاهم الفعل بلاي تلعب دور ذو مغزى، تلعب دور فعال او حيوي. المهم هنا بقى بيقول لك دور ايه بقى؟ هيبقى remarkable دور مميز، وكمان دور pioneering رائد، والرائد معناها اول الاشخاص في الاشياء. يبقى ايه وبي الاتنين صح، يبقى الاجابه دي. 133 Are you still with me mom؟ ماما انت لسه متضايقه مني؟ فمتضايق معناه cross وانجري، بي وسي الاتنين صح، يبقى الاجابه دي. جملة 134 General is the one of the highest in the army. كلمة general دي معناها رتبة عسكرية، وانا قلت لو عسكري او اجتماعي باخد ranks. جملة 135 His long absence غيابه الطويل. His friends fears. جينا بقى للفعلين اللي انا قلت لكم خليهم للاخر. احنا شرحنا فوق اتنين، واحدة معاها مفعول، واحدة معهاش مفعول، وحددناهم بالاطفال والمحصول اللي هي raise. اطفال، محصول، حيوانات، فلوس، والصوت والايد. التانية كانت تشرق الشمس ويصعد للدخان. هنا بيقول لك fears يعني مخاوف. اي حاجة فيها مشاعر يا معلم يبقى aroused اللي هي بي، وهنا تاخد مفعول، يبقى الغياب ده فاعل، aroused اثار او يعني خلاهم يخافوا، fears مفعول، يبقى aroused بيجي معاها مفعول ومعناها يثير للمشاعر، ممكن يخليك تعيط يعني. طب الفعل الرابع كان ايه؟ كان arise، ودي كانت معناها برضو ما فيش معاها مفعول، ودي كانت معناها ينشأ او يظهر للمشكلات. جملة 136 if I want to catch with my classmates معناهم زمايلك في الفصل، انما عندنا colleague زمايلك في الشغل. طب لو تهت بعد شهر في الامتحان افتكر ان كلاس معناها فصل، يبقى classmates دول زمايل الفصل بتوعي. طب كمل الجملة I need to study a lot this weekend. لازم الاسبوع ده شد شوية عشان احصل زمايلي، يبقى catch up يجاري او يحصل. جملة 137 The captain said that a strong wind. الكابتن قال ان في رياح قوية spun the ship، ودي جاية نصا من الدرس بتاع السفينة في الوحدة الاولى اللي هي كانت ever given. الهوا spun الماضي من spin يعني لف السفينة خلاها تمشي بالعكس. اخر جملة 138 once I got my breath back. الجملة دي جت في ثانوية عامة النهاردة وانا كنت حلها بفضل الله معاهم في المراجعة. got او get my breath back معناها يستعيد انفاسه، معناها شخص كان بيجري مسافة طويلة، او معناها واحد كان اتخض او حصل له حاجة فيبدأ يستعيد انفاسه ويتنفس كويس. كمل I hurried home as fast as I could. طلعت اجري على البيت بقدر ما اقدر. I got my breath back هنا معناها started breathing normally again. الإجابة دي يعني بدأت أتنفس تاني الحمد لله كويس. كده ده يا جماعة فيديو المراجعة الأول للكلمات بتاعت أول 6 وحدات. بعد إذنكم راجعوا الكلمات الأول، وبعد كده دول 138 جملة هيجيبوا معاك كله، مترادفات ومتضادات والمصطلحات والكلمات كله، حتى المعلومات اللي جوه المنهج. شد حيلك بالله عليك، راجع كلمات الأول، راجع كلمات وروح حل المذكرة الأول، وبعد كده ارجع اسمع الفيديو ومعاك الموديل أنسر. كل سنة وانتم طيبين. انتظرونا في فيديو جامد جدا 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 هيكون فيه مراجعة أول 6 وحدات الجرامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.